إلياس بن صغير، رهان موناكو لإنهاء هيمنة سان جيرمان على الدوري الفرنسي. قدم إلياس بن صغير 19 عاما نفسه بقوة خلال الصيف الحالي، بعد أن كان فردا من المنتخب الأولمبي المغربي الذي اقترب جدا من الوصول إلى نهائي أولمبياد باريس 2024، قبل أن يفوز في النهاية بالميدالية البرونزية على حساب مصر. وفي نهائي كأس خوان غامبر الذي لعب فيه فريقه موناكو ضد برشلونة، ونجح في هزيمة النادي الكتالوني 3-0، شهد اللقاء تألق موهبة الكرة المغربية. وأظهر تقرير لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن كل هذا كان مقدمة لموسم تعلق فيه الإمارة بأكملها آمالا على بن صغير ورفاقه من أجل إنهاء هيمنة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي. ويبدو إلياس، الأخ الأصغر لسليم بن صغير، لاعب كرة القدم المحترف الذي يلعب حاليا في صفوف أولمبيك مارسيليا، الأفضل بين أشقائه. وهذا الأمر لم يمر مرور الكرام على الاتحاد المغربي، فرغم ولادته في سان تروبيه بفرنسا، فإن أصوله المغربية مكنته من أن يكون لاعبا دوليا مع أسود الأطلس، بعد أن مثل منتخبات الفئات السنية لفرنسا. وأشار التقرير إلى أن إلياس بن صغير مهاجم يتمتع بمهارة عالية وقدرة على شغل مراكز مختلفة في الهجوم، لكن أداءه أفضل في مركز الجناح الأيسر. ورغم أنه فشل في هز الشباك يوم الجمعة الماضي خلال فوز موناكو على سانت إتيان في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي 1-0، فإنه بالتأكيد ترك إشارات إلى الإمكانات الفنية العالية التي يتمتع بها.